بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى انا قلت بقى هعمل لكم اكله جميله وبسيطه وتحفه وهتعجب ولادكم جدا جدا جدا. بعيد عن الطبيخ بقى وبعيد عن الكلام دوت والمشويات والكلام ده. اكله تحفه هتعجبكم وهتعجب ولادكم وخفيفه. احنا احترنا في الطبيخ وقلنا هنعمل ديت بقى اكله حلوه كده ومقادير بسيطه، ويلا بينا بقى حبايبي اشوف هنعمل ايه. انا بقى هجيب 3 بصلات حلوين كده وايه واقطعهم واضربهم في الكب. 3 بصلات كبار حلوين كده على ايه، وهجيب نص كيلو لحم. عايزه تكتري البصل ماشي، ما انا عامله زي ما انا بقول لكم، انا حاطه 3 بصلات حلوين كبار كده. هضربهم بقى ناعم كده في الكبه اهوت. الاكله ديت جميله وهتعجب ولادنا، وهنعمل طبعا جنبهم شويه رز، بس احنا طبعا عارفين الرز فايه. انا هعمل الرز ايه جنب الاكله الحلوه دي، عايزين تعملوا رز انتوا براحتكم بقى. بس ان شاء الله هيبقى مع شويه الرز بقى الابيض كده الجميل كده، هتبقى حلوه قوي قوي قوي. هضرب بقى البصل بتاعي ناعم وهفضيه في الحله بتاعتي اهيت. هفضي البصل بتاعي. ما تستكترش البصل ده دلوقتي هيهبط وهتبص تلاقي بقى ايه حبه صغيره. ما تقوليش ان هو كتير يعني. تمام. يلا بينا بقى ايه، هنروح على البوتاجاز ونحط السمنه بتاعتنا على البصل وهن ايه، وهنولع عليهم على البوتاجاز. وده نص كيلو لحمه زي ما انتم شايفين، زي ما انا قلت لكم مقطعه قطع صغيره كده. ده اكله اسمها كباب حله، لما قلتلكوش في الاول ديت اكله بسيطه اسمها كباب حله. كباب حله بالبطاطس. تمام. هروح بقى ايه بالبصل بتاعنا دوت على البوتاجاز، وهي هقلبه لحد ما البصله بتاعتي دي ايه تصفر بالطريقه دي. تمام اهو. اصفرت البصله بتاعتي بقت حلوه اهيت. هنجيب بقى الفلفل الاسمر، او اللي هنحط اللحمه الاول وبعدين هجيب الفلفل الاسمر والايه، واقول لكم هنعمل ايه. شوف انا قطعتها ازاي وحطيتها كده. هقعد اقلب فيها حبه حلوين لحد ما ايه، ما احس ان حته اللحمه بتاعتي ديت شربت من الصوص اللي قدامي ده. بصي بقى هحط لها دلوقتي، هحط الفلفل وهحط قرفه، ومش هحط ملح دلوقتي خالص لان اللحمه طبعا انتوا عارفين لو حطيت ملح مش هتستوي. لما تيجي تستوي وهاجي احط بقى اللي هي البطاطس اللي انا قلت لكم ديت ايه كباب حله بالبطاطس. هحط الملح مع البطاطس اللي انا هحطها. لكن دلوقتي هحط فلفل وهحط شويه قرفه، مش اكتر من كده. انا ما بكترش البهارات عشان ايه، وانتي بتاكلي الكباب الحله ده تحسي بطعمه جميل تحفه. وعموما اللحمه سواء المفرومه سواء الكباب الحله بتحب القرفه. القرفه بتديها طعم جميل. حتى في الحواوشي شويه قرفه حلوين هم. هقعد بقى اقلب وهزودها شويه ميه وتاني وراها لحد ما ايه، ما اللحمه بتاعتي تستوي تخش على سوا خالص، يا دوبك على ايه سوا البطاطس اللي انا هحطها. هقلب فيها واديها شويه ميه عشان تستوي. وهي هتشرب ايه شقشقة الميه اللي انا هحطها ديت شقشقه بشقشقه كده لحد ما ايه وهي هتشربها. هجيب بقى البطاطس ايه مكعبات صغيره اهي زي ما انتم شايفين. بطاطستين حلوين كده. ولما تستوي اللحمه زي ما لازم تستوي اهي. كده حبايبي بقى استوت، وانا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ورقتين لورا بتديها ريحه حلوه برضو. كده استوت مني اهيت. انا بقيت احط شويه ميه بشويه ميه لحد ايه ما استوت اللحمه بتاعتي. هنزل بقى ايه بالبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات صغيره وهقلبها. طبعا انا قلت لكم بقى احنا كده دلوقتي بقى هنحط بقى ايه، ممكن نحط الملح بقى دلوقتي خلاص اللحمه استوت. والبطاطس يا دوبك على ايه سوى البطاطس، فانا ايه هقلب هتني اقلب برضو. هتني بقى كده لحد ما البطاطس تشرب من الصوص الجميل ده كله، وهتبقى طعمها تحفه. انا عايزاكم بس تجربوها جنب شويه رز ابيض، وهتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات ان شاء الله. كده اهوت يا حبايبي بقى ايه، هنحط بقى ايه الملح. ماشي. يبقى انا هحط الملح بس خلاص اخر حاجه. واقلب وهي داخله على السوا في الاخر بقى قرنين شطه حلوين كده محرقين مشطشطين، واحطهم عليها بعد ما تستوي شو هي كده خلاص استوت. قرنين شطه حلوين كده بقى. على فكره الخطوه دي ممكن تستغني عنها لو انت مش عايزاها، بس هي بتدي بقى طعم حلو قوي 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 للايه الكباب الحل. وكده حبايبي بقى ما تستوي هرغفها واوريها لكم ويبقى شكلها ايه. وده حبيبي الايه يا حبايبي الاكله بتاعتنا شويه رز بيض مع كباب الحله الجميل ده تحفه، وطعمه جميل وريحته جميله جدا. يا ريت تجربوا الوصفة ديت هتعجبكم ان شاء الله. وطبعا زي كل مرة ما بقول لكم هتوحشونا، وما تنسوناش طبعا في الشير واللايك والاشتراك في القناة حتى يوصل لكم منا كل جديد. وان عوزتوا اي حاجة قولوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.